هل تزعجكم كثرة الواجبات المدرسية مثلي؟ لتعرفوا ما حصل معي ذات يوم وأنا أحل واجباتي، استمعوا إلي. في يوم من الأيام الربيع المشرقة نظرت من نافذة الغرفة فرأيت العصافير حرة طليقة وأنا في غرفتي حبيسة كالسجينة. قلت لنفسي: أوف، ما أكثر الواجبات، متى تنتهي؟ من الأفضل أن أبري قلمي قبل أن أبدأ. ولكن لماذا لا أبري أقلامي الملونة أيضا؟ بريت وبريت والآن أصبحت جميع أقلامي مبرية. أمسكت بقلمي لأكتب، ولكني قلت لنفسي: من الأفضل أن أشرب أولا. ماما في المطبخ فقالت لي: هل بدأت بحل واجباتك يا عزيزتي؟ قلت لماما: ليس بعد، أشعر بعطش شديد. رجعت إلى مكتبي وأمسكت بقلمي كي أكتب، ولكن القلم وقع من يدي وتدحرج تحت سريري. يا للمفاجأة، إن دميتي الصغيرة فرح تحت السرير، كنت أظنها ضاعت. قلت لها: أين أنت يا فرح؟ هيا اسرعي، اركبي الحصان. فجأة سمعت ماما تسأل: جود، هل بدأت بحل واجباتك؟ قلت بسرعة: ليس بعد يا ماما، كنت أبحث عن قلمي. ماما مستغربة: ليس بعد، ولكن متى تنتهين؟ في تلك اللحظة دخل أخي زيد إلى غرفتي، فقلت له بحماس: هل تريد أن أقرأ لك قصة يا زيد؟ قالت ماما: أنا سأقرأ لك يا زيد. ولكن زيد صرخ قائلا: جود، أنا أريد جود. نخدت ماما وقالت: قصة واحدة فقط يا زيد. قرأت قصة لزيد ورجعت إلى مكتبي، فتحت دفتر الخط وهمست لنفسي: أوف، واجبات كثيرة، متى تنتهي؟ لكن من الأفضل أن أرتب حقيبتي المدرسية قبل أن أبدأ. أخرجت كتبي ودفاتري وأقلامي ونفضت عنها الغبار، ثم أعدتها واحدا إلى الحقيبة، وأخيرا أصبحت حقيبتي مرتبة. أمسكت بقلمي لأكتب، ثم أرجعته إلى مكانه وقلت لنفسي: من الأفضل أن أذهب إلى الحمام قبل أن أبدأ أحل واجباتي. ما هي إلا لحظات حتى سمعت ماما تنادي وتقول: جود، هل بدأت بحل واجباتك؟ قلت: ليس بعد يا ماما، أنا في الحمام. ماما بصوت أعلى: في الحمام؟ متى ستبدأين؟ ماما بصوت أعلى: في الحمام؟ متى ستبدأين؟ رجعت إلى مكتبي، وما إن جلست حتى سمعت صوت الباب يقرع. أسرعت لأرى من القادم، وجدت صديقتي وصديقي سمير. قالت هبة: هل تلعبين معنا بالكرة يا جود؟ ولكني حين التفت إلى ماما تذكرت، هززت رأسي بالنفي وقلت: للأسف لم أنتهي من واجباتي بعد. صاحت هبة وصاح سمير: ليس بعد. بكل حزن وندم أجبت: ليس بعد. وأخيرا رجعت إلى غرفتي وجلست في مكتبي، ثم أمسكت بقلمي وبدأت أحل واجباتي.